طبعا اسم الشيخ أحمد زنادة من مدينة نابلس، إمام وخطيب مسجد النصر، ومأذون شرعي في المحاكم الشرعية أيضا في مدينة نابلس. طبعا بالنسبة للمأذون الشرعي في المحاكم الشرعية، يخضع قبل أن يكون مأذون شرعي امتحان شفوي، وامتحان أيضا مقابلة مع لجنة المقابلين. فإن نجح في الامتحان، سواء كان امتحان كتابي أو مقابلة شخصية، ينجح ويمارس عمله كمأذون شرعي. طبعا المأذون الشرعي قديما وحديثا، طبعا في أيامنا هذه طبعا لازم يكون المأذون الشرعي حاصل على شهادة شرعية، سواء كان بكالوريوس إما تربية إسلامية أو فقه تشريع أو علوم شرعية بشكل عام، أو حتى لغة عربية. ممكن يكون قديما كان المأذون الشرعي ما في زي أيامنا هذه كثرة في عدد الجامعات، ولكن كان ممكن يكون إحدى وجهاء البلد ومشايخ البلد قديما، وله جمهور كبير جدا، وهو إمام إحدى المساجد، فيكون طبعا مأذون شرعي ويعقد عقود الزواج. طبعا هنالك استثناءات في عقود الزواج، وعمر من أراد أن يتزوج يجب أن يكون عمره 18 عاما ميلاديا. طبعا كان قبل سنة 2022 الزواج كان 15 سنة ونصف، أما سنة 2022 صدر مرسوم من السيد الرئيس أبو مازن حفظه الله تعالى بأن يكون سن الزواج 18 عاما، سواء كان ذكرا أو أنثى. طبعا هنالك في بعض الاستثناءات، إذا كان الزوج أو الزوجة يبلغ 17 سنة بيجي بيقدم طلب معاملة في المحاكم الشرعية، ويتم رفع هذا الطلب إلى سماحة الشيخ قاضي القضاء، وطبعا بيتم الموافقة عليه، ولكن بده طبعا فترة وقت. طبعا بالنسبة أيضا للزواج وعقود الزواج اليوم ليس كزواج بالأمس. يعني ممكن اليوم الزواج مكلف جدا، سواء كان بالتكاليف المهر المعجل والمؤجل والتوابع والأمور أما ممكن في قديما كانوا يرضوا بأي شيء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة الكرام: التمس ولو خاتما من حديد. يعني الأصل اليوم تيسير الآباء المهور على بناتهم وعلى من يأتي لطلب يد ابنتهم، من أجل تحصين هذه العائلة وهذا المجتمع من الوقوع في المحرمات والعياذ بالله.